ده بقى يا جماعة عملنا شوية مكرونة بالصلصة الخفيفة، وعملنا بقى فلفل، وعملنا فلفل ألوان وكزبرة ناشفة خضرة وحاجات حلوة قوي. طب ما تيجوا بقى نشوف الطريقة عاملة ازاي. ايه يا رب تكونوا بخير وحشونا. انا هعمل مكرونة النهاردة، بس هعملها ايه بطريقة يعني تكون سهلة وبسيطة لحتة حر. فطبعا الواحد مش حابب يعني ايه يقف كتير في المطبخ، فانا هعملها بقى ايه يعني حاجة سريعة كده. هتكون مسلوقة بس فيها صلصة بسيطة. هتشوفوا التفاصيل قدامكم. حطيت زي مع 5 معالق من الزيت، ومعايا بصلاية وبقطعها كده قطع ديت، وبنزل بقى ايه على الزيت بتاعي. وهي يا جماعة وكده انا زي ما انا بقول لكم. وبعدين البصلة مش ضروري تتحمر قوي في الصيف بالزيت، يعني في الشتاء انا برضو مش بحبها متحمرة، بس في الصيف بالذات يعني ايه مش هتكون متحمرة قوي. ساعة بقى ما تحس اللي هي دبلت معاكي خلاص كده وداخلة على الحمار، انزلي على طول بالصلصة. معايا بقى معلقتين كبار صلصة، هناخد 3 اهو، 3 معالق كبار من الصلصة اهو، ونزلت بيهم كده على البصلايه بتاعتي. وبرده فرمه زي 4 حبايات من الطماطم كده، 4 حبايات طماطم، وهنزل بيهم. اهو يا جماعه شفتوا حطيت بقى ال4 حبايات طماطم بتوعي بس على ايه 3 معالق كبار من الصلصه اهو. واهو يا جماعه شفتوا الصلصه بتاعتنا عملت جميله. معايا بقى ايه، معايا 7 بهارات، معايا كمون، معايا فلفل اسود، معايا فلفل ابيض، معايا الكوبابه السن التتبيله بتاعتها، بابريكا، كزبره ناشفه. وهنزل بالتوابل الحلوه دي كلها على الصلصه بتاعتي اهو شفتوا. وهنزل بقى برضو بمكعب من مرقه الدجاج، مكعب واحد بس مرقه دجاج. وهنزل برضو بربع يعني لا بنص معلقه سكر، ونص معلقه سكر يا جماعه ماشي اهو، نص معلقه من السكر. وهسيبها بقى تتسبك، يعني ايه تتسبك معانا. وعندي بقى حطيت ميه عشان اسلق المكرونه بتاعتي. اي نوع مكرونه عندي، اي نوع انت حباه. انا سلقت من النوع ده شايفين اهوت، وهسلق تاني من النوع تاني، يعني هحط كمان كيس من نوع تاني اهو. هوريكم برضو الحبايه بتاعتي اهو. يعني انا عايزه اعمل تشكيله بين ده وبين ده، نص من ده ونص من ده، يعني هنقول ايه كيلو، يعني كيلو من المكرونه من ده ومن ده تشكيله يعني اهو. وحطيت بس انا حطيت ميه سخنه وكانت بتغلي، حطيت فيها بس مكعب مرقه دجاج. انا عايزه اطعم المكرونه بتاعتي وتبقى طعمها حلو كده. الصلصه بتاعتي يا جماعه اتسبكت وبقت تمام، وهو ده القوام اللي انا عايزاه التقيل ده شفتوا كده كده دي تمام. خلاص بقى نركنها على جنب نشوف حاجه تانية. وادي المكرونه بتاعتي برضو استوت وبقت تمام. هنطفيها ونشوف بقى احنا هنعمل ايه، هنروح نصفيها ونرجع. هنفضي بقى المكرونه بتاعتنا كده بعد ما صفيناها. طبعا انا سبتها بردت شويه فهي اللي عملت معايا كده. واهو يا جماعه شفتوا كده المكرونه بتاعتي. انا مش حبيت ان انا احط عليها زيت بصراحه، عشان انا مش عندي زيت من الحلو، مش عندي زيت يعني ايه اللي هو خفيف على المعده. طبعا هنزل على الصلصه المكرونه بتاعتي بالصلصه اهوت، هنزل عليها كده بالصلصه بتاعتها وهقلبها كويس جدا فيها شفتوا اهو. جميله جميله وريحتها جميله وخطيره بجد ووجبه اقتصاديه النهارده، يعني على قد ما الامكانيات خالص خالص وجبه اقتصاديه شفتوا. عندي بقى فلفل احمر، فلفل اخضر، عندي يعني شريحه بسيطه اصفر، عندي بصلايه، وهنزل بها كده كل ده على المكرونه بتاعتي. وبرده هقلب. شفتوا بقى الالوانات الله شفتوا الالوانات بقى الله جميله جميله كده شفتوا. وهغرفها بقى معاكم وارجع لكم حالا. وهو يا جماعه شفتوا الله الله على المكرونه بتاعتي اهي. وزي ما قلت لكم كده وجبه اقتصاديه، يعني وجبه حلوه واقتصاديه
اهو شفتوا جميلة جدا. وهننزل بقى كده يا جماعة، شفتوا بشوية كزبرة كده خضرة. الله، بقت طبق جميل جميل جميل، وهيكفي العيلة كلها 5 أفراد، هيكفيهم كله اهو. يا رب يكون الاكل بتاعنا النهارده عجبكم، واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفونا، انا اسمي نجوى ابراهيم. مش تنسوا بقى تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد. مع الف سلامه، باي باي.